بايرن ميونخ استعرض عضلاته امام اتلانتا، وطبعا دي عادات بايرن ميونخ انه ما قاعد يرحم، لا قاعد يرحم كبير لا صغير، لا بيعرف فريق عنده تاريخ، لا بيعرف فريق داخل جديد في دوري ابطال اوروبا. لقى فيك فرصه بيضربك. الامس العمل في اتلانتا ده يعني كان قرب انه يذكرنا التاريخ الشهير، التاريخ 8 فبراير، الناس اللي بتتذكر يوم 8 فبراير بس. يعني بايرن ميونخ بس كان باقي له حاجه بسيطه جدا انه يعيد لنا التاريخ ده. يوم 8 فبراير فاز على اتلانتا بست اهداف مقابل هدف مع الرأفة. يعني النتيجة دي كان مفترض تكون 8، لأنه في كورتين تقريبا ضربوا في العارضة. ونيكولاس جاكسون زي ما بتعرفوا انه اضاع اكثر من فرصتين برضه كانت محققه للتسجيل. مباراه يمكن نقول انه بايرن ميونخ حسم التاهل تماما من ملعب بيرغامو. مباراه الاياب في ملعب اليانز ارينا حتكون اداء واجب بالنسبه لبايرن ميونخ، ممكن انه يجرب فيها اللعيبه الشباب او لعيبه الفريق الثاني. لكن البايرن حاليا حسم التاهل بشكل كامل، 6 اهداف امام اتلانتا في ملعبه، من الصعب جدا انه يقدر يعود في الاياب. المباراه الثانيه برضو اتلتيكو مدريد. طبعا اتلتيكو مدريد ده بيستغل الظروف، لقى اي فريق عنده ظروف بيمر بظروف حمام ميت بيضربوا طوالي. فالناس ما تتذكر جمهور برشلونه وريال مدريد ما تتحسسوا، لكن امس اتلتيكو مدريد عمل يعني، هو طبعا الناس دي ملعبهم مساعدهم، يعني الملعب سيء جدا وقاعدين يستغلوا الحاجه لانه متعودين يلعبوا فيه. فامس امام توتنهام استغلوا سوء الملعب. وطبعا الناس كلها بتقول لك انه حارس توتنهام حارس توتنهام ده يا اخواننا اخطا خطا واحد، خطا واحد بس اللي ارتكبه حارس توتنهام. لكن الهدفين الثانيين كانت مشاكل في ارضيه الملعب والصوره واضحه جدا. قدر انه يفوز على توتنهام ب5 اهداف مقابل هدفين. لكن اتلتيكو مدريد حيواجه صعوبه في مباراه الاياب، وانا ده احساسي كده انه توتنهام حيعمل ريمونتادا على اتلتيكو مدريد في مباراه الاياب. لكن طبعا الريمونتادا ما حتكون كامله، خالي بيض وطعميه زي الريمونتادا بتاعت برشلونه اللي عملها في كاس ملك اسبانيا. حيطلعوا يقولوا انه فزنا بشرف وانه خرجنا بشرف ومرفوعين الراس والكلام ده. اتلتيكو مدريد في مباراه الاياب امام توتنهام اعتقد انه حتنتهي بفوز توتنهام بهدفين دون مقابل. اللقاء الثالث والاخير اللي هو ليفربول وجلطة السراي. طبعا جلطة السراي ده في ملعبه ده الفريق ده صعب جدا، اي فريق بيجي بيزور الملعب ده بيتضرب. يعني شوف ليفربول اللي اتضرب في دور المجموعات جو ثاني دبلوا له في دور ال 16، واهدروا كميه من الفرص كانت كفيله بانها تحسم النتيجه لصالح جلطة السراي. حاليا النتيجه حتكون اول كره حتكون في ملعب ليفربول في مباراه الاياب في الانفيلد رود. هل يستطيع ليفربول التعويض؟ انا من وجهه نظري انه ليفربول قادر انه يعوض، لانه النتيجه نتيجه بتتعوض بسهوله جدا، اللي هو 1-0 تاريخ ليفربول، ملعب الانفيلد، جمهور الانفيلد، قادر انه ليفربول يعوض.